التشيكن سترابس دي زي الجاهزة بالظبط، شايفين شكلها عامل ازاي؟ وكمان اسمعوا صوت القرمشة بتاعتها. طريقتها مفيش اسهل منها، شوية بهارات، وانا بستخدم بهارات مولانا، هكتب لكم كل المقادير والطريقة تحت الفيديو. توم بودرة، بصل بودرة، كاري، جنزبيل، فلفل اسود، وحبهان مطحون، وبابريكا، وكزبرة، وكمون. هنقلب كل البهارات بتاعتي كويس اوي لغاية ما تتخلط كويس، وبعد كده هنبدأ بقى ميكس البهارات بتاعي. هقسمه على طبقين، طبق هيبقى فيه الخلطة السايلة، وطبق هيبقى فيه الخلطة الجافة. الخلطة السايلة بقى هيبقى فيها نص البهارات بتاعتي، وكمان هنحط عليها كيس بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة، وعلبتين زبادي من علب الزبادي الصغيرة، وكوباية دقيق، وكوباية مية. وهنقلب كل المكونات دي كويس مع بعض. اهم حاجة ان احنا نخلط الاول البهارات مع الزبادي مع البيكنج باودر والملح كويس، وبعد كده هبدأ اضيف الدقيق وازود المية شوية بشوية، بس هي تقريبا هتاخد كوباية مية، يعني ما تحاولوش تزودوا مية اكتر عشان ما تبقاش خفيفة معاكم، وما تقللوش المية عشان احنا مش عايزينها عجينة. انا هوريكم دلوقتي القوام اللي احنا عايزين نوصله. شايفين القوام عامل ازاي؟ قوام سائل، وهو ده المطلوب. حطيت التشيكن ستريبس بتاعتي، حطيت المقدار كامل. انا هنا عامله كيلو من صدور الفراخ. طريقه تقطيع التشيكن ستريبس هنزلها لكم دلوقتي، وهقول لكم افضل طريقه لتقطيع صدور الفراخ عشان تاخدوا اكبر كميه من الستريبس بتاعت الفراخ. تمام. اللي فات ده كان الفيديو اللي قبل ده على طول، كنت منزله لكم طريقه تقطيع الفراخ ازاي نقطع التشيكن ستريبس. نيجي بقى دلوقتي للخلطة الجافة. هنحط نص كيلو من الدقيق، ونص البهارات اللي احنا حطيناها، اللي احنا خدنا نصها في الخلطة السايلة، ونحط كيس من البيكنج باودر او معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، رشة ملح. نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي، وبعد كده نكون طلعنا الستريبس بتاعتنا من التلاجة زي ما قلت لكم. اقل حاجة تقعد في التتبيلة 4 ساعات او ليلة كاملة، يفضل كمان ليلة كاملة عشان تشرب كويس قوي من التتبيلة. كمان حاجة هقولها لكم، احنا ما بنحطش بيض في التتبيلة ليه؟ او الخلطة السايلة دي، عشان البيض بيخلي الطبقة الخارجية بتاعة الفراخ او الستريبس تطرى معايا لو هتقعد معايا مدة. فانا ما بحطش بيض، وملوش اي لازمة يعني في الوصفة دي بالطريقة دي. بدأت اخد شرايح الفراخ انزلها في الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وابدأ اقلب بايدي تقليب واسع. انا ما بكبس على الفراخ ولا اي حاجة. نفضل نقلب حوالي 30 لغاية ما نعد 30، او نقلبها مثلا حوالي 15 16 مرة بالتقليبة الواسعة زي ما انتم شايفين كده، عشان انا مش عايزاها تتكبس زي البانيه. انا مش بضغط عليها زي البانيه، انا عايزة القرمشة والقشرة اللي من بره تبقى مفرفطة كده، يعني ما تبقاش لازقة على بعضها، عشان تبقى زي الجاهزة بالظبط، وناخد القرمشة اللي احنا بنحبها. زي ما انتم شايفين كده فردت الفراخ بتاعتي. انا ممكن تعملوا الخطوة دي بتاعت الدقيق دي على كيس او في علبة كبيرة غويطة. وزي ما انتم شايفين كده هنبدأ نقلب بقى زي ما قلت لكم بالظبط. وعايزة اقول لكم الموضوع بيبقى حلو جدا وسهل ونظيف، وما فيش اي مشكلة ولا في اي بهدلة للرخامة بتاعتنا ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ بقى المرحلة دي ناخدها على زيت سخن، زيت غزير وسخن، دي اهم خطوة هنا. بس عايزة اوريكوا شكلها بيبقى عامل ازاي. انا هنا بحب ان انا البس جوانتي عشان العجينه ما تلزقش على ايدينا. وعايزه اقول لكم كل ما تلاقوا الدقيق عمل فيه تكتلات كده مفيش مشكله، فرفطوها بايديكوا كده هتلاقوها تتفك من بعضها تاني وتستخدموها عادي جدا، مفيش اي مشكله. هنا الزيت بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، زيت سخن غزير. باخد الفراخ بتاعتي كده بالراحه وانزلها على طول. انا عايزه اقول لكم ان انا ببقى مشغله البوتاجاز مع الوقت اللي انا بقعد اعمل الكفر بتاع الفراخ عشان اخلص
بخلص كله مرة واحدة عشان مركنش الفراخ فوق بعض فالقشرة بتاعتي تتشال. فاهمين الفكرة؟ انا عايزه اقول لكم ان احنا الطريقه دي بتاعه تفريز التشيكن ستريبس دي هنفرزها نص مقليه، ماشي زي بتاعه بره بالظبط. احنا المره اللي فاتت نزلت لكم فيديو قبل كده طريقه التفريز وهي نيه، مفيش مشكله. في ناس قالوا لي عايزين الطريقه وهي نص مقليه عشان تسهل وتسرع في وقت التسويه لما نيجي نطلعها. فالطريقه دي هتبقى اللي هي طريقه تفريز الستريبس نص مقليه. انا هنا حطيت الفراخ بتاعتي في الزيت تقريبا من 9 ل10 دقايق على نار وسط مش عالية. خلاص انا الزيت دلوقتي نزلته الفراخ فيه سخنة، هوطي النار هخليها وسط مش واطية خالص، وبعد كده هسيبها من 9 ل10 دقايق، ممكن 8 كمان على حسب قوة النار عندكم. الحلة كبيرة صغيرة كده يعني. المهم ان انتوا اول ما تاخد لون ذهبي فاتح هنبدأ ان احنا نطلعها. شايفين منظرها عامل ازاي؟ عايزة اقول لكم خطيرة. اهم حاجة كمان ان احنا بنطلعها على شبكة عشان ما تطراش معايا وتفضل مقرمشة ومحافظة على القرمشة بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هطلع كل الكمية وبخلص شوية بشوية واقوم حاطة الباقي. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي عايزة اوريكم منظرها. خلاص انا كده خلصت وعايزة اقولكم تحفة. يا دوب بقسمها في اطباق على حسب الكمية واستخدامي قد ايه، وبقوم مغلفاها وحطها في الفريزر، ووقت لما اجي احب اطلعها احمر منها بطلع احمر على طول وهي متجمدة، مش بستناها تفك ولا اي حاجة من الكلام ده. تمام. المهم كمان ان احنا لما نغلفها ونعينها في الفريزر اهم حاجة ان هي تبقى باردة تماما، يعني ما تبقاش لسه سخنة واغلفها وعينها في الفريزر عشان ما تعجنش معايا ولا الخلطة بتاعتها اللي من بره دي تطرى ولا اي حاجة. ودوقوا احلى ستريبس في الحياة. باي.